عرفش يفوز النهارده. هل ممكن نضيف سبب كمان ان الغيابات اللي موجوده في نادي الزمالك النهارده غيابات كبيره زي زيزو، زي عمر جابر، الغيابات حتى اللعيبه اللي مش موجوده في القائمه الافريقيه زي عبد الله السعيد وناصر ماهر ممكن تكون غيرت في شكل الخطه اللي حضرتك بتلعب بيها، لان حضرتك لعبت في ماتش الاتحاد السكندري وماتش الاهلي لعبت بناصر ماهر واحمد حمدي وزيزو، عدد كبير من اللعيبه اللي موجودين. هل غياب ناصر ماهر وعبد الله السعيد بالذات عن القائمه الافريقيه للزمالك هل سبب في تغيير الخطه بتاعت حضرتك في اللعب قدام الفريق النهارده؟ Of course, if you ask me if I would like to count with all the players, of course هو yes. الطبيعي لو تساله هو نفسه يبقى مع كل اللعيبه. If you ask me if we would like to count with Omar Gabar, Zizou and Fatou, that you forgot. يعني في لعيبه نسيتهم انت قلت اللي هم ممكن يعني يبقوا موجودين معانا زي فتوح. But I think it's not fair for all the players that play today talk about the players that are not here. يعني مش حاجه كويسه ان احنا نتكلم على لعيبه مش موجوده في الفريق النهارده ونسيب اللعيبه اللي موجوده قدامنا المتاحه يعني اللي لعبوا النهارده. So before the Ahly game, قبل ماتش الاهلي if you say we cannot win Ahly against without Zizou. لو كنت قلت قبل الماتش ان انت ان احنا نقدر نكسب الاهلي the game proved that we could win against Ahly without Zizou because Zizou at 5 minutes was injured. والماتش وضح ان احنا نقدر نكسب من غير زيزو لان زيزو بعد 5 دقايق من المباراه كان مصاب. Why we won against Ahly? ليه كسبنا قدام الاهلي؟ Because we gave our maximum. عشان ادينا اقصى حاجه And عندنا. this is the point. دي النقطه. Coach, yesterday you were saying about giving the maximum, which didn't quite happen today. Yes. And I don't know